السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدكتور شمس حامد مع حضراتكم في الحلقة الخامسة من كورس ECG from Zero to Hero. إن شاء الله هنتكلم في الحلقة ديت عن ال PR interval. اتكلمنا في الحلقة اللي فاتت عن ال P waves abnormalities واستفدنا فيها جامد، وأعتقد ال P waves abnormality is piece of cake دلوقتي. المفروض إن هي بسيطة جدا وسهلة جدا معاك. واتكلمنا في الحلقات اللي فاتت عن Introduction to ECG، ما هو ال ECG، وعرفنا ايه هي الموجات اللي طالعة نازلة ديت، ويعني ايه positive ويعني ايه negative. واتكلمنا عن how to calculate heart rate in less than 10 second، how to know heart rhythm abnormalities، وعرفنا 3 rules for easy ECG واستفدنا فيهم، وكانت حلقة يعني من أمتع الحلقات. واتكلمنا في البي ويفز abnormality، والنهارده ان شاء الله هنتكلم عن البي ار انترفال. فيلا بينا عشان ما نضيعش وقت. بسم الله. اه احنا اتفقنا عشان تعرف الابنورمال you have to know النورمال، لازم تكون عارف النورمال عشان تقدر تكتشف الابنورمال بسهولة. فتعالوا بينا نعرف ايه هي النورمال بي ار انترفال. تعالوا ركز معايا كده، جيب القلم هنا بس. طيب، امتى اقول على البي ار انترفال ان هي نورمال؟ الاول البي ار انترفال دي بتبدا من بدايه from the beginning of P wave to the beginning of QRS، والديوريشن بتاعتها المسافه بالعرض، دي اسمها الديوريشن. كده كده دي اسمها الديوريشن. انما لما تكون بالطول كده اسمها الامبليتيود او الفولتج. اوكي. so it start from the beginning of P wave to the start of QRS wave. And the normal duration is from 3 to 5 small squares. المسافة بتاعتها المفروض من 3 ل 5 small squares. طب تعالوا نبص هنا كده. المفروض من الستارت اوف بي ويف للستارت اوف كيو ار اس ويف، لو عديت المربعات بينهم ده 1 2 3 4، هتلاقيهم 4، والمفروض النورمال من 3 ل 5. يبقى كده it's completely normal. اوكي. طيب، معنى كده ان الابنورمال يا اما اقل من 3 يا اما اكتر من 5. ما هي النورمال من 3 ل 5، يبقى الابنورمال اقل من 3 او اكتر من 5. طيب تعالوا نشوف ايه هي الابنورماليتيز. طيب، عندنا الابنورمال بي ويف ايزر اتس prolonged يعني مور ذان اكتر من 5، او شورت less than 3 small squares، يعني اكتر من 5 small squares او اقل من 3 small squares. ثانية واحدة نقفل التابة دي خالص. يبقى طيب اكتر من 5 small squares ديت زي ايه؟ زي الفيرست ديجري ايفا بلوك. طيب، واقل من 3 زي دبليو بي دبليو سيندروم، وولف باركنسونيان وايت سيندروم. هنفهم بالتفصيل يعني ايه شورت ويعني ايه برولونجد. بس البرولونجد عايزك تفهم ان ده مثال عليها الفيرست ديجري هارت بلوك، والشورت برضو ده مثال عليها اللي هو الدبليو بي دبليو سيندروم. طب تعالوا نفهم الفرق بينهم الاثنين. هنبتدي بالشورت. جميل جدا. عندنا الشورت بي ار انترفال زي مثلا مثال الدبليو بي دبليو سندروم. ديت لها كرايتيريا ان البي ار، المسافه بين البي ار من ال beginning of P wave to the beginning of R QRS wave have to be less than 3 small squares. المفروض تكون اقل من 3 small squares. احنا اتفقنا يا اما short يا اما prolonged. short يعني ايه؟ يعني اقل من 3. prolonged يعني ايه؟ يعني اكتر من 5. احنا دلوقتي بنتكلم في دبليو بي دبليو سندروم، وولف باركنسونيان وايت سندروم، اللي هي المفروض اقل من 3. اوكي، البي ار اقل من 3. وانس ان انت شفت البي ار اقل من النورمال اللي هو من 3، يبقى you have to consider تفكر في ال WBW syndrome. طيب ايه تاني؟ وايت كيو ار اس. وايت كيو ار اس more than المفروض تكون 2.5 او 3 small squares. اوكي، 2.5 او 3 small squares. لكن الادق ان هي تكون وايد. الوايد هي النورمال بتاعتها اقل من 2 ونص. طيب يبقى معنى كده ان وايد اكتر من 2 ونص. تمام، او 3. احنا عاملينها 3 عشان تبقى 3 مع 3 يعني ما تتلخبطش. تالت حاجة تدور عليها هي الدلتا ويفز. دلتا ويفز ديت يعني ايه؟ دلتا ويفز احنا ما اتكلمناش عنها قبل كده. الدلتا ويفز دي معناها slurring slow rise of the initial portion of QRS. يعني لو جيت تبص على الجزء البدائي او اول جزء في الكيو ار اس، هتلاقيه slurring up sloping، يعني تحسه حاجة طالعة كده كأنك طالع حاجة مثلا زي سلم او حاجة. سلو رايز، سليرنج سلو رايز يعني انحراف مائل كده. اوكي، دي اسمها دلتا ويفز. لو بصيت عليها فعلا من غير اي شخبطه ولا حاجه، هتلاقيها تحس ان هي فعلا مايله كده شويه، مش كيو ار اس كده. لا، شفت كيو ار اس كويس. اه، كده كيو ار اس، مش الطبيعيه اللي احنا عارفينها. اوكي.
تعالوا نشوف صورة تانية عشان يعني نعرفها كويس، وبعد كده نبص على صورة اي سي جي كاملة للولف باركنسوني نايت سندروم. هنا ده اللي كنا بنتكلم عليه، تعالوا ركز معايا كده. اداء البي ار انترفال، تعالوا نشوف اداء المسافة من هنا لحد هنا هتلاقيهم اتنين واحد اتنين. يعني احسب من اول الخط اهو، الخط المستقيم ده والخط المستقيم ده هتلاقيهم اتنين واحد اتنين. تو سمول سكويرز يعني اقل من تلاتة، يبقى كده دي شورت بي ار انترفال. جميل. طيب يبقى كده ادور على الحاجات التانية. وايد كيو ار اس، المفروض وايد كيو ار اس، هذا الكيو ار اس هنا. هنا لو جيت تحسب هتلاقي ده واحد اتنين تلاتة. جميل جدا. طيب فين الدلتا ويفز؟ شوف الحتة ديت اللي هي السليرنج دي، الحتة دي مش مستقيمة، الحتة دي سليرنج وبعد كده ايه؟ طلعت كده. هنا سليرنج وبعد كده طلعت كده، سليرنج اهي بعد كده طلعت. تمام، يبقى دي اسمها دلتا ويفز. يبقى كده دي اسمها ايه؟ وولف باركنسونيان وايت سندروم. 3 كرايتيريا: شورت بي ار انترفال، دلتا ويفز، اند وايت كيو ار اس. جميل جدا. نرجع بقى تاني نشوف صورة الاي سي جي. ادي صورة الاي سي جي، ركز معايا كده. فين عايزين نجيب القلم؟ بص يا سيدي، شوف صورة الدلتا ويفز عاملة ازاي. واضحة خالص هنا دلتا ويفز. شوف الدلتا ويفز عاملة ازاي. دي الدلتا ويفز، دلتا ويفز، دي الدلتا ويفز. كويس. ولو بصيت على الكيو ار اس، الكيو ار اس هنا هتلاقيها كبيرة. كيو ار اس هنا كبيرة، هتلاقيها أكتر من ثلاث مربعات صغيرين أو ثلاث مربعات صغيرين. كيو ار اس هنا كبيرة. كويس. والبي ار انترفال هتلاقيها شورت. أدا واحد اهي، اتنين بالظبط، اتنين. كويس. يبقى الصورة ديت كده. أول برضو شفت صورة الدلتا ويفز أصلا ملفتة. أول ما تشوف الدلتا ويفز معنى كده إن ديت وولف باركنسونيان وايت سندروم، وهتلاقيها شورت بي ار انترفال and wide QRS. أتمنى تكون الصورة واضحة. 3 criterion they are very easy. جميل جدا. تعالوا بقى نشوف ال prolonged PR interval. يعني ايه prolonged PR interval؟ يعني المفروض ان هي تكون اكتر من اكتر من خمسة. prolonged PR interval المفروض ان هي تكون اكبر من خمسة. يعني المسافة بين beginning of A B and the beginning of QRS، هذا ال beginning اهي. شوف يعني هتعد هتلاقيها كتير جدا. يعني مسافة مربع كبير بس خمسة. تخيل بقى ده شوف المسافة قد ايه، سبق انا المربع الكبير بقد ايه؟ بحوالي تسعة. يبقى كده دي برولونجد اسمها ايفي بلوك. الحلقة الجاية ان شاء الله هنتكلم عن ايفي بلوك بالتفصيل، هتعرف كل انواع الايفي بلوك. كويس. وحلقة مهمة جدا، وان شاء الله في اقل من 5 دقائق هتعرف يعني تشخصها في لحظة، في اقل من مينت كده ان شاء الله. لكن وانس انك شفت البي ار برولونجد، المفروض انك تفكر في الفيرست ديجري ايفي بلوك. بس بشرط، الفيرست ديجري ايفي بلوك عشان تعرفها ما فيهاش اي مشاكل، ما فيش غير ان البي ار هي اللي برولونجد، انما عندك كيو ار اس عادي. كيو ار اس عادي وهتلاقيه ريجولار. الكيو ار اس نورمال، الكيو ار اس نفسها هتلاقيها نورمال. يعني اقل من 2 ونص سمول سكوير هتلاقيها اقل من 2 ونص سمول سكوير. والاي سي جي نفسه هتلاقيه ريجولار، تلاقيه ريجولار. يعني مفيش اي مشاكل فيه. ولو جيت تحسب الهارت ريت، ادا واحد اتنين مثلا، اتنين يعتبر تلاتة وشوية، هتلاقيها مثلا الرينج بتاعها من 60 ل 100. الفيرست ديجري ايفي بلوك ما فيهوش اي مشكلة خالص، غير ان البي ار انترفال هي اللي برولونجد. انما في عندك بي ويف، في عندك كيو ار اس ويف، المسافات ريجولار، ما فيش اي حاجه، ما فيش اي دروب كيو ار اس ولا اي حاجه. كل حاجه طبيعيه اكسبت ان البي ار برولونجد دي بقول عليها فيرست ديجري ايفي بلوك. اتمنى تكون الصوره واضحه، وان شاء الله هنتكلم في الحلقه الجايه عن الايفي بلوكس بالتفصيل، هتفهم يعني ايه ايفي بلوكس. اوعدك مش تاخد دقيقه عشان تشخص ايفي بلوك. تعالوا نشوف صوره تانية كده. انت عارف انا جايب صوره تانية ولا لا؟ تعالوا نشوف ادي صوره تانية اهي، جميله جدا. آه، شوف يا سيدي المسافة على بداية البي لبداية الكيو ار اس. بداية البي لبداية الكيو ار اس هتلاقيها أكبر من خمسة. هتلاقيها أكبر من خمسة، حوالي سبعة، حوالي 7 مربعات. أدا شوف كبيرة جدا. يعني شوف خدت مربع كبير، خدت مربع كبير. أدا المربع الكبيرة. شوف بص على المشاور كده، ده المربع الكبيرة. خدت مربع كبير وزيادة كمان. فكده دي برولونجد، وهتلاقيها ريجولار مفيش فيها أي مشاكل. لو جيت تبص تحت، بص معايا تحت كده. ده ده بيبقى اللي هو ليد 2.
هتلاقيها رجل المسافة هنا زي زي هنا زي هنا زي هنا. ولو جيت تحسب الهارت ريت هتلاقيه نورمال، بيقع في النورمال ده واحد اتنين تلاتة أربعة، ويعني حوالي النص. هتلاقي مثلا حاجة وستين أو حاجة وسبعين. فمفيش أي مشكلة خالص غير إن البي ار انترفال prolonged. أتمنى تكون الصورة وضحت وفهمنا يعني إيه بي ار انترفال نورمال أند أبنورمال. إن شاء الله الحلقة الجاية هنتكلم عن اي في بلوك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعني thanks for your attention. باي باي.